السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة عصائر جميلة للصيف. وقبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله صلى على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما احنا شايفين هنعمل عصير الليمون بالنعناع، وينعش الجسم، يخفف الغثيان والدوخة، حلو لنزلات البرد، يساعد في تخفيف الوزن عند شربه بدون سكر، ينقي الجسم من السموم. فوائد الليمون: غني بفيتامين سي، يقوي المناعة، يساعد في الوقاية من نزلات البرد. زي ما احنا شايفين عاملين مكعبات تلج ونحطها، وينظف الجسم من السموم، مضر للبول، يساعد في طرد السموم من الجسم، يحسن الهضم، يحافظ على نضارة البشرة. طبعا الليمون والنعناع فوائدهم كبيرة جدا، مضاد للأكسدة، يساعد في تفتيح البشرة، ينظم مستويات السكر. ونحط سواء النعناع فريش أو مجففينه، مكعبات التلج حطيناها، ويكون عندنا سفن أب أو أي مشروب غازي نحطه، يستحسن يكون أبيض. بيديكي شراب جميل جدا للصيف. طبعا الصيف والسخونية بتاعته بتحتاج لحاجات ساقعة ومتلجة بترطب على القلب. ده كان مشروب الليمون بالنعناع. هنعمل بعد كده المانجا، مشروب المانجا، موهيتو المانجا، وده برضو مشروب جميل جدا. وتحط زي ما احنا شايفين شرايح الليمون وتجملي بيها، بتدي شكل حلو. وادي موهيتو المانجا، موهيتو المانجا عملنا فيها شرايح ليمون، وقطعنا المانجا حتت، ممكن تعصريها تعمليها عادية في الخلاط، ممكن بنقطعها قطع ونحطها، أو تكون مشروب في الخلاط. بس احنا فضلنا ان احنا نقطعها قطع عشان هنحط معاه نعناع، هنحط معاه ليمون، هنحط فيها مشروب برضو. عايزة ازوديها مشروب غازي عادي مثلج. كل ده هنعمله في موهيتو المانجا. زي ما عملنا في الليمون والنعناع هنعمل برضو في المانجا. كنا حاطين مكعبات تلج في قوالب سيليكون زي ما احنا شايفين. قوالب السيليكون كترت عند مستلزمات الحلواني، تقدري تعملي فيها، او اي حاجة عندك متوفرة للتلاجة بتحط فيها. هتحط برضو نعناع، هتحط شرايح ليمون زي ما احنا شايفين. وهنحط المشروب الغازي او الصودا. عايزة تحطي سكر حطي، السكر ده حسب الرغبة وحسب كل واحد بيحب الحاجة سكرها عامل ازاي. وده شكل موهيتو المانجا خلصت، جميلة جدا وترطب في الصيف.
تالت حاجة هنقدمها اللي هي ايس كوفي. نجيب كيس جاهز، او لو عندك او قهوة سريعة الذوبان او ايس كوفي. هنفرغ الكيس بتاعنا، هنجيب كوباية الاول ونفرغ فيها محتويات الكيس. هذه الكوباية اهي، ومعانا نص كوباية مية سخنة. وهندوب الخليط دون بالنص كوباية مية سخنة، ونكون جايبين الكوباية التانية الأساسية اللي احنا هنعمل فيها، ونسيب الخليط ده يبرد. هنحط فيها مكعبات التلج اللي احنا حطيناها في الفريزر، ونكون مجهزين معانا نص كوباية حليب باردة، والسكر طبعا تبع ما بتحبي. هننزل بالخليط بتاع الايس كريم اللي احنا عملناه بالمية السخنة، بس بعد ما كان برد نضيفه للقوالب التلج اللي احنا عاملينه، وبعدين نحط الحليب بتاعنا. هتدينا ايس كوفي في منتهى الجمال. بتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلت معايا للنقطة دي متنسونيش في اللايك، لان اللايك بيرفع من الفيديو ووصله لاكبر عدد من الناس. بشكر كل اللي بيدخل عندي، بشكر كل اللي بيقول لي اكتب لي تعليق ولو حتى بسيط. والى اللقاء مع فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.